أحمد ساهم ب50 درهم للأدوية، نوف ساهمت ب100 درهم لكرسي متحرك لأحد المرضى، وراشد ساهم ب1000 درهم لعلاج مريض سرطان. بس وين تروح كل هذه المساهمات؟ خذها مني. عدد المرضى اللي يحتاجون لدعم مادي للعلاج يزيد كل سنة بسبب ارتفاع تكاليف العمليات والعلاج، والبعض يضطر انه يوقف العلاج او انه يأجله لانه ما يقدر يغطي تكاليف العلاج. لكن من فترة سمعت ان في حملة وقف الحياة للرعاية الصحية تحت شعار معك للحياة، لتعطي امل جديد لكل مريض وتساهم في توفير رعاية صحية مستدامة. الرعاية الصحية المستدامة من أهم أهدافها تقليل التكلفة، يعني نقدم خدمات طبية بجودة عالية ولكن بطريقة أكثر كفاءة لتقليل الهدر في الموارد والنفقات الغير ضرورية. حملات جمع المال لمرضى السرطان لها أهمية كبيرة لأنها تساعد توفير العلاجات المكلفة وتمويل الأبحاث والتجارب السريرية أحياناً، وتدعم مراكز علاج السرطان من خلال تحسين الخدمات ورفع الوعي والتثقيف حول المرض والوقاية وأهمية التشخيص المبكر. يجب التعامل مع جهات موثوقة، التبرع من خلال جمعيات خيرية رسمية ومستشفيات معتمد لضمان الشفافية والتحقق من آلية توزيع التبرعات. مساهماتك ممكن تبني مستقبل طفل، تغير حياته وتعطي فرصة حياة لعائلة كاملة، وكل هذا لأنها مستدامة، يعني خيرك بيتم استمر مدى الحياة. وفي عام المجتمع لا ننسى أن التأثير الحقيقي يبدأ لما نعتني ببعضنا البعض، وكل مساهمة لك ممكن تكون خطوة في بناء مجتمع صحي. فإذا كنت تبغي تساهم في أكثر من طريقة، من خلال مسح الباركود الظاهر على الشاشة أو عن طريق إكشاك جمع التبرعات باستخدام كوبون وقف الحياة. خلونا مع بعض نحث المجتمع على تغيير حياة آلاف الناس ونكون جزء من هذا الخير.